السلام عليكم. أكيد كلنا بنستعد لشهر الخير، وعايزين نعمل وصفات بسيطة وخفيفة وفي متناول إيدينا كلنا. هنبتدي كده بالحلو بتاعنا، وهنسمي الله. جبنا كوباية رز وغسلناها زي ما انتوا شايفين كده كويس، ونزلنا كده بيها في الحلة وعليها مية سخنة ونص كوباية من السكر، وهنسيبها تغلي كويس لحد ما الرز يستوي معانا بالشكل ده كده. هنقلبها. يلا بقى غطي وسيبيها تستوي. يلا بقى حاجة تاني، ومن غير بط ولا وز ولا اي حاجة. معانا هنا كبد وقوانص، وطبعا الكمية اللي انتي بتحدديها يا ست الكل. وهنا صدر فرخة كبير كده خدناه قطعناه بالشكل ده كده بعد ما غسلناه هو والكبد والقوانص. طبعا ملح وليمون، وما تنسيش معلقة الخل وهيبقى معاكي زي الفل. نرجع تاني لحلة الرز بتاعتنا اللي احنا سايبينها تستوي. هنقلبها كده ونشوفها الرز استوى معانا وبالشكل ده كده. انزلي بقى باللبن الحليب، ودول 2 كيلو لبن حليب كده انا غلياهم بالشكل ده كده، ونزلت بيهم على الرز. قلبي كويس. ومعانا كوباية ونص من السكر، وطبعا حطينا نص كوباية في الاول سوينا فيها الرز. ليه حطيتي نص كوباية في الاول؟ عشان الرزاية تبقى معاكي طعمها حلو ومسكر، ما يكونش رز مسلوق وطعمه مش حلو معاكي. ودول معلقتين نشا، هنضيف عليهم نص كوباية حليب كده بارد ونقلبه بالشكل ده، وننزل على الرز بتاعنا. وراها على طول الفانيليا، وانزلي على طول كده، وهتاخدي احلى رز بلبن ان شاء الله. قلبي كويس كده لحد ما تشوفي البقبقه كده، خلاص الرز بتاعك زي الفل. يلا نشوف اكلتنا التانية. معانا بصله قطعناها كده في ماده الدهنيه بتاعتك زي ما انت عايزه، عليها معلقتين صلصه. طبعا البصله كان معاها فصين توم زي ما انت شايفه كده. يا دوبك البصله تصفر معاكي، انزلي بمعلقتين الصلصه ومعلقه الهريسه، وطبعا اختياري معلقه الهريسه زي ما انت عايزه. طماطم بتاعتك، رشه خفيفه من الفلفل الاسود، رشه بابريكا، رشه من البهارات، كزبره عندك، اي بهارات بتحبيها وتفضليها حطيها على الصلصه بتاعتك، سيبيها تتسبك. ويلا معانا على الاكله التانية. هنا بقى هننزل كده بمعلقتين زيت على معلقه سمنه بلدي حلوه كده زي ما انت شايفه، وانزلي بالقوانص بتاعتك. وانا القوانص ما بسلقهاش. هتقلبي كده كويس، هنشوحها كويس زي ما انت شايفه كده، وهنضيف عليها مكون هيخليها تستوي معانا بسرعه. يلا بقى كده بالشكل ده كده زي ما انت شايفه. قلبيها كويس بس شوحيها تشويحه حلوه، وانزلي عليها بمعلقه سكر، وصدقيني مش هتندمي. معلقه سكر هتخليها تستوي معاكي، ومش هتحتاجي عمرك ان انت تسلقيها خالص. يلا بقى غطي سيبيها لحد ما تستوي 3/4 سوا معاكي، وانزلي على طول بصدر الفرخه اللي احنا قطعناه. هنشوحه كويس وما بياخدش سوا كتير، بتستوي معانا بسرعه. يلا بقى فلفل اسود زي ما انت شايفه كده، على طول 5 دقايق وادي اهي استوت معانا زي ما انت شايفه. واخر حاجه بننزل بيها الكبد بتاع الفراخ بالطريقه دي كده. ايوه كده. هتشوحيها كويس لحد ما تكمل السوا بتاعها. وادي التوم نزلنا بيه. يلا بقى كده معانا بصله مقطعينها صغير زي ما انت شايفه كده، وقلبي بقى كده وشوحي البصله مع الكبد مع صدر الفرخه مع القوانص مع كله. وهتنزلي برشة كزبرة، ودي بهارات كبدة بتتباع في أي مكان. ودي عصرة ليمون كده، ليمون عليها وعمرها لونها ما يغير. يلا بقى فلفل معاكي حار بارد زي ما انت عايزة. قلبي كويس بقى كده، وخلاص أكلتنا خلصت. تعالي بقى شوفي احنا عملنا ايه. عملنا رز بلبن حلو خفيف بسيط، تقدري تعمليه يوم مش هتعملي كنافة في رمضان، يوم مش هتعملي قطايف، يبقى هتعملي رز بلبن وهيعجبك ان شاء الله. وفي مفاجأة هقولها لك هتكسبك كنز.
على آخر رمضان هتكسبي أكتر من 1,000,000 جنيه. تعالي بقى، الكبد والقوانص بتاعتنا بصدر الفرخة، وعملنا المكرونة زي ما انتي شايفة. اعملي جنبها حبة بطاطس، حبة سلطة، شوية عصير، بالطريقة دي كده. وطبعا ما تنسيش الخير اللي انتي تعمليه كل يوم من الفطار اللي انتي بتفطريه، لازم تطلعي منه لجارك، لأي حد في الشارع تعرفيه. المهم ما تنسيش تعملي الخير. وطبعا على آخر رمضان هتكسبي حاجات كتير اوي عملتيها طول الشهر. وطبعا زي ما قلتلك، مش بس هتكسبي 1,000,000 جنيه، لا ده انت هتكسبي نعم كتير عليكي وعلى بيتك وعلى اولادك وعلى صحتك، ورزقك هيزيد ان شاء الله. دعوة حلوة منك. لو عايزين وصفات تاني اكتبولي ونعمل وصفات كتير مع بعض.